السلام عليكم. معكم أريج. اليوم بغيت نناقش معكم واحد الموضوع اللي هو علاش بزاف ديال الناس كيبقاو في نقطة الصفر واخا كيعياو ما يحاولوا باش يوصلوا للأهداف ديالهم. أنا متأكدة بلي بزاف ديال الناس عندهم هذا المشكل، ولكن ما عارفينش يحددوا فين كاين الخلل أو شنو هو المشكل الحقيقي. حيت المشكل الحقيقي ماشي هو أنك مازال في نقطة الصفر، ولكن هو أنك ما عارفش علاش أنت باقي في نقطة الصفر وكاع ما كتزيد لقدام، واخا كتخدم وكدير مجهود، يعني ما عارفش الأسباب. حيت النهار اللي غتحدد هاد الأسباب أكيد أنك غتزيد لقدام. كل عام نفس الديسك كيتعاود، كتمشي كتشري أجندة جديدة، كتجلس تخطط وتكتب في الأهداف ديالك وكتقول هاد العام غنبدل حياتي. كدوز 3 سنين وكتلقى ما تبدلت حتى شي حاجة كبيرة، أولا ما تبدل والو كاع، نفس المستوى نفس المشاكل تقريبا. ولو بيغ هو أنك ترجع للور. ألوغ أول حاجة غنقولها لك هي أنك إلا تبعتي راسك عمرك ما غتنجح. كيفاش؟ كاين واحد الجزء في العقل ديالنا اللي كنسميوه حنا العقل الباطن، يعني اللي الاغلبيه كيعرفوه. هذا الجزء كيحاول ما امكن يخليك تبقى في المنطقه ديال الراحه والامان ديالك، تبقى ديما مرتاح، وغالبا كيختار لك الطريق السهل واللي معروف، حتى الا كان هذا الطريق ما كيوصل حتى شي نتيجه. داكشي علاش كتبقى ديما في نفس العادات وفي نفس الروتين ونفس القرارات وحتى شي حاجه ما كتبدل. ثاني حاجه، ما عمرك تسنى دير تغيير في حياتك بقرارات كبيره. بالعكس، التغيير كيبدا بفكرة بسيطة وعادات اللي كتكون صغيرة اللي كنعاودوها كل نهار. وإلا كانت هاد العادات اللي كتكون بسيطة إيجابية، أكيد كتكون نتيجة من بعد. أما إلا كانت هاد العادات ماشي عادات إيجابية، ما كتكونش غادا في الاتجاه ديال الهدف ديالك، أكيد النتيجة غتكون محدودة أو لا ما غتكون حتى شي نتيجة إطلاقا. ثالث حاجة، بزاف ديال الناس عرفوا كيبداو هاد العادات هادو واحد الوقيته كيحبسوا. علاش؟ حيت كيف ما قلت لكم العقل الباطن ديال الانسان دائما غيخليك انك كتخاف من انك تحرج قدام الناس ولا تفشل، ولا دائما كيخليك في ديك لا زون دو كونفور باش ما تتعرضش للانتقادات ديال الناس ولا الهضره ديالهم. ولكن هنا فين كاين الفرق بينك انت اللي ما وصلتيش وبين هذاك الانسان اللي وصل. هو انك ملي كيبداو يجيوك هاد الافكار هادو وهاد المخاوف كتحبس، واون فوا كتحبس المسار ديالك اتجاه الهدف كيوقف حتى هو. الا لقيتي راسك مازال في نقطه الصفر، جلس مع راسك وفكر مزيان. حاول تسول راسك هاد الأسئلة هادو: شنو هي العادات اليومية ديالي؟ وبالمناسبة كاين واحد الكتاب اللي معروف اللي بغى يقراه سميتو العادات الذرية. دونك قلنا السؤال الأول هو أنك تسول راسك شنو هي العادات اليومية ديالك. السؤال الثاني سول راسك واش البيئة اللي أنا فيها كتعاوني باش نكبر وباش نزيد لقدام. والسؤال الثالث، واش القرارات ديالي فعلا كتخليني نزيد لقدام. حيت الحياة ما كتبدلش في رمشتين، ولكن كتبدل بقرارات صغيرة وبعادات اللي كنعاودوها كل نهار. ودير في بالك أن الفرق ما بين الناس ماشي دائما في الموهبة، ولكن غالبا كيكون في العادات وفي الاختيارات اليومية.